السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة هنعمل منيو كامل لأهم أكلات الشتاء اللي لا غنى عنها الفترة اللي جاية، بتركات سهلة وسريعة بالإضافة للطعم المميز. النهاردة هنعمل معجنات جديدة هتنفعك جدا في الشتاء. وكمان هنعمل حمص الشام اللي راعي الرسم للشتاء اللي لا غنى عنه الفترة اللي جاية أيام البرد، الساعة اللي احنا بنشوفها. وكمان هنحلي بأحلى دونت، وازاي ببيضة واحدة ممكن يطلع معاكي تحفة وخفيف جدا ولونه ذهبي، وازاي ازينه بطريقة سهلة جدا. وهنعمل كيك كده سريع وخفيف، ينفعنا جدا في اوقات العشاء والفطار في الشتاء. وهنعمل هوت شوكولاتة الكافيهات، وازاي يطلع معايا بقوام التقيل شوية ده وطعمه ولونه تحفة. وطبعا هنعمل الأكلة اللي احنا بنعشقها في الشتاء، محشي كرنب، وازاي يطلع معايا صباع كده ما يفتحش معايا أثناء التسوية، وازاي ممكن نخزنه طول الشتاء مش هيحصل له أي حاجة، والتسوية المظبوطة. وطبعا ما نسيتش خالص القرنبيط المقرمش اللي لونه ذهبي اللي كلنا بنعشقه في الشتاء. ويلا بينا بقى نبدأ بأول وصفة. بس أهم حاجة يا جماعة ما تنساش اللايك، يعني يا ريت ما تبخلوش عني باللايك والتفاعل عن الفيديو بتعليقاتكم الجميلة، ان ده بيرفع الفيديو وبيخليه ايه ناس كتير عدد كتير ايه يشوفوا. ويلا بينا نبدأ بأول وصفة. أول حاجة كده جبت قرنبيطة كده حجم متوسط، وشلت الفروع بتاعتها وقطعتها كده لقطعة كده متوسطة، ولا كبيرة ولا صغيرة، عشان خاطر أسلقها. ويعني لو تشطفيها كده على الحنفية بطريقة سريعة برضه تبقى طبعا أحسن وأفضل للقرنبيط قبل السلق. وجهزت كده مية سخنة وحطيت فيها معلقة ملح ورشة كمون. كمون مهم جدا في السلق. وأبدأ كده أنزل نص الكمية. بس نخلي بالنا مش عايزاه يتهري مني في يعني أثناء السلق. يعني يكون أسلوب يعني مش قوي، يعني يكون وسط. احنا لسه كمان هنقليه. وهنزل بقى بنص الكمية التانية. وأجهز بيضتين كده ومعلقة توم مفروم ونص كوباية لبن، وأقلبهم كويس جدا. وشوية شبت وبقدونس. وهجهز في بولة تانية شوية دقيق. وضفت على الخليط برضو كوبايتين دقيق. يعني كوبايتين دقيق في البولة لوحدها، وضايفة على الخليط كوبايتين دقيق برضو. وضفت معلقة كده صغيرة بيكنج باودر في الناحيتين، ومعلقتين نشا في الناحيتين برضو. واخلطهم كويس جدا. وجهزت التوابل بتاعتي: بابريكا وكزبرة ناشفة وكمون وتوم باودر. وهقسم الكمية بتاعت التوابل على الناحيتين. وهظبط الملح بتاعي برضو. ورشيت كده شوية كاري يدي لون اصفر ويطلع من لونه ذهبي معايا. يبقى اقول التوابل تاني: بابريكا، كمون، كزبرة ناشفة، توم باودر، شوية كاري. وهضيف كده واحد فيجيتار على الدقيق عشان يطلع معايا مقرمش معايا خالص. وبس كده، كده بتكون الخلطة جاهزة.
وهجهز كده الطاسة على النار واحط فيها شوية زيت غزير، واول ما ادخله على طول في الخليط اللي انا عاملاه احط له الكفر بتاع الدقيق والفيجيتار والتوابل، وهنزل على طول كده في الطاسة على طول، ما استناش ولا اي حاجة عشان ما يعجنش معايا. واول ما تحمر القرنبيطة اقلب الناحية التانية واطلعه باللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هطلعه على مصفى او مناديل مطبخ يتصفى من الزيت. وشايفين طالع معايا، يعني متقوليش قرنبيط خالص، تقولي ان هو فراخ مرمشة. وفرشت كده شوية بقدونس وشبت من اللي زايدين معايا، وحطيته في طبق التقديم. وزينته كده بشوية بقدونس وشبت، وبكده القرنبيط يكون جاهز معايا. كنت بوريكم يعني صوت القرمشة بس مش واضحة في الفيديو قوي. بجد يجنن. ندخل بقى على الكيكة. هنحط 3 بيضات وكوباية سكر وفانيليا، ونضربهم كده بالخلاط كويس جدا. واحط كوباية لبن دافي وكوباية زيت نباتي، واخلط الخليط كويس جدا. وبعد كده هنزله في بولة، وهحط كوبايتين ونص دقيق. بس يا ريت يعني ننخلهم كويس جدا، بيفرق جدا في الكيكة. وهضيف معلقتين نشا ورشة ملح وكيس بيكنج باودر. واخلط الخليط كده كويس جدا، واتاكد ان ميكونش في حاجه دقيق لازم من تحت ولا اي حاجه. وفي الوقت ده سخنت الفرن على درجه حراره 180. واخر حاجه بقى ضفتها معلقه خل كبيره. الخل هيفرق معايا جدا في لون الكيك ويكون خفيف معايا وهش جدا. وبس جهزت بقى يعني صينيه كيك كده او فورمه او اي حاجه عندك بتاعه فرن. دهنتها كده برشه زيت، وبدرتها كده بالدقيق. وهنزل بيها كده في صينيه الفرن اللي انا مظبطاها. دي كان مقاسها 28. واخبطها كده خبطتين عشان خاطر الهواء يطلع منها، وهدخلها الفرن على طول. يعني قيمة ساعة الا ربع كده على درجة حرارة 180. ومفتحش عليها الفرن خالص، غير اقل يكون عدى عليها تلت ساعة. بس هعمل بقى جنب الكيكة دي هوت شوكولات الكافيهات اللي احنا بنشربه بره وبيطلع طعمه حلو قوي. جهزت 4 كوبايات لبن، وضفت عليهم 3 معالق كاكاو خام، ومكعبين شوكولاتة كده كانوا عندي طعامه الهوت شوكليت. وظبطت السكر بتاعي، وحطيت 3 معالق نشا بس، وسبته على البوتاجاز لغايه لما يتقل معايا بقى. جهزت الكريمه اللي انا هحطها من فوق، عادي كريمه خام او كريمه محلاة او حاجه. واضيف عليها بس شويه لبن يعني مثلج، واضربهم بس كده. بس صبيته كده لما تقل معايا، صبيته في الكوبايات بتاعت التقديم. اول ما حسيته انه برد معايا شويه، جبت الكريمه اللي انا ضربها في المضرب الكهربائي، وحطيتها من فوق كده تدي شكل وطعم طبعا. ان هم بيعملوا كده عشان تدي شكل الهوت شوكولات يبقى شكله حلو قوي. سواء كريمة خام او كريمة محلاة براحتك، يعني المتوفر عندك، لغاية ما توصل للقوام اللي انت شايفاه ده يكون تقيل.
وطبعا ممكن نستغنى عن الكريمة يعني، بس الهوت شوكولات بس، مفيش اكتر من كده. بس كنت بشرب شوية شوكولاتة خام كده، رشتهم من فوق. شايفين شكله حلو قوي ازاي وطعمه حلو قوي. يعني ممكن نكفي بيه اولادنا كده في ايام الشتاء الجميلة دي. او ممكن حد جه عندنا نعمله كده جنب الكيكة، يبقى طعمه حلو قوي. والكيكة طلعت معايا كده. بعد ما بردت شوية قطعتها جنب الهوت شوكليت. بس ندخل بقى على الكرنب. المحشي كرنب اللي كلنا في ايام الشتاء الجميلة دي بنحبه قوي. شلت الفروع الخضراء اللي هي مش مستحبة خالص في الكرنب. وشلت كده بالسكينة الجزء اللي من في الوسط ده. بس نخلي بالنا عشان ما نتعورش. بس وهنضف كده من النص كده. وجبت حلة كبيرة عندي كده وحطيت فيها مية سخنة. وحطيت على وشها شوية وبعد كده عدلتها. شايفين بكل سهولة هتطلع معايا. يعني سلق الكرنب بالطريقة دي اسهل سلق، يعني ما بياخدش معاكي دقايق. وحطيته كده على مصفى يتصفى. وفي الوقت ده ممكن تخزنيه، يعني مش محتاجة. يعني اسهل حاجة للتخزين في كده في اكياس او في اطباق فل يعني. يقعد معاك الشتا كله. وجهزت حلة على النار وحطيت فيها بصلة مفرومة. وحطيت عليها سمنة وزيت لغاية ما احمرت معايا، وحطيت عليها معلقة صلصة. وضفت عصير الطماطم. ورشيت رشة فلفل اسود ومكعبين مرق. وملح كده ومعلقة سكر وكزبرة ناشفة. ومعلقة بابريكا. ولو في توابل المحشي ولا حاجة ممكن تضيفيها عادي، مفيش مشكلة. بس اتسبكت معايا كده. خدت بس كام معلقة كده، هقول لكم هنعمل بيهم ايه. وبعد ما ورق الكرنب بيتصفى معايا، بدأت اقطعه بنفس الطريقة كده. لو ظبطنا يا جماعة شغلنا ونظمناه، مفيش حاجة تبقى صعبة علينا خالص. يعني كل حاجة تكون جاهزة معايا ومنظمة كده. فأبدأ أحشي على طول، يعني مش هاخد وقت خالص. بس غسلت كيلو رز مصري كده وصفيته كويس. وحطيت عليه خضرة المحشي. كزبرة وبقدونس وشبت. كنت يعني شايلة معلقتين كده بصل فريش. ضفتهم برضو على التسبيكة. بس كده وجهزت الحلة اللي انا هسوي فيها المحشي كرنب. رشيت شوية بصل متقطع وشوية طماطم. وهبدأ احشي بقى براحتي خالص. بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. يعني لو عندك 10 كرنبات وعملتيهم بالطريقة دي مش هتحسي بحاجة. بس ولفيته بسرعة جدا زي ما انتوا شايفين كده.
حطيت كده يعني 3 صفوف او 4 صفوف، وعملت بطريقة عكسية برضو للباقي. لو عندك شوربة، طبعا شوربة كوارع او شوربة لحمة او فراخ طبعا افضل، بس انا ما كانش عندي شوربة خالص. فجبت مكعب مرق كده وحطيته عليه مية سخنة، وجبت حبة الصلصة او من التسبيكة اللي انا شلتها وضفتها كده على الشوربة. بجد بتودي المحشي في حتة تانية. بس وهبدأ كده اسقي المحشي، بس مش هغرقه، يعني واحدة واحدة كده زي ما انتوا شايفين. بس هو هحط طبقة كده او ورقة محشي كده من اللي انا يعني مش محتاجاها. يعني اذا كان طبق او ورقة محشي ممكن اعمله كده. واول ما احس كده ان هو دخل في السوا يعني اشيل خلاص الطبق. وبعد كده ضفت كده معلقة سمنة بلدي بس، وطفيت البوتاجاز وخلاص كده خليته كده يعني استوى معايا على الهادي خالص. يعني في الوقت ده كنت طافية البوتاجاز، وبدأت أغرف المحشي كده اللي طالع شكله وطعمه يجنن، ومش متفك معايا ولا الرز طالع بره ولا أي حاجة. بجد جربوا الوصفة بالطريقة دي وهتعجبكم بإذن الله. شايفين الرز مستوي جدا من جوه. ندخل بقى على حمص الشام اللي لا غنى عنه في الشتاء، وبيدفي جدا ومليان عناصر غذائية. كنت كده يعني نقع حمص الشام، نص كيلو حمص الشام. قعد معايا حوالي 6 ساعات، غسلته كويس وصفيته، وضفت عليه عصير طماطم وبصلة متقطعة وطماطمية، وضفت عليه مية سخنة وحطيت معلقة بابريكا، وسبته كده يسخن معايا ويستوي لغاية ما اتأكد ان هو استوى جدا معايا. ضفت بقى مكعب مرق وشوية كمون، وطبعا ظبطت الملح بتاعي زي ما انت بتحبيه لغاية ما استوى معايا. وجهزت كده طبق وحطيت فيه عصير ليمون وكمون، وضفت عليه شوية من مية السلق. وبقى عملت بقى شطة لوحدها. حطيت كده شوية شطة حلوين كده، وضفت عليهم معلقة بابريكا كبيرة، وحطيت برضو من مية سلق الحمص الشام. اللي بيحب الليمون يحط، اللي بيحب الشطة يحط. وبدأت كده أغرفهم في كوبايات تقديم. هو سهل جدا وما بياخدش وقت خالص معانا، بس بجد مفيد جدا في الشتاء. هضيف نص كوباية لبن دافي، نعمل بقى معلقة دونت خميرة كبيرة، معلقتين سكر، وهبدأ أقلبهم كويس جدا كده. وهضيف بيضة واحدة بس، وفانيليا، وهضيف الدقيق. هحط كوبايتين ونص دقيق. وهبدأ كده أخلط وأعجنهم كويس جدا، يعني العجن ما يقلش عن 10 دقايق. وهضيف كده معلقتين كبيرة زبدة بدرجة حرارة المطبخ. وهعجن كويس جدا. ولو العجينة محتاجة دقيق معايا، أهم حاجة ما تكونش العجينة ملزقة معايا. بس دهنت البولة زيت وسبتها كده تتخمر، ودهنت وشها زيت وغطيتها بستريتش راب، وضفت عليها كده ايه، فوطة عشان تتخمر معايا براحتها.
قعدت معايا نص ساعة لغاية ما العجينة تضاعف حجمها. بس كده هبدأ بقى افردها. وبعد ما فردتها كده بحجم وسط، هجيب طبق كده وانزله في دقيق وابدأ اقطع بقى دواير كده. وبتاعت قمع التزيين برضو عملت الدايرة الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي. وطبعا العجينة دي ما بتترميش ولا حاجة، بفردها تاني برضو بس بعد ما اريحها 10 دقايق. وبعد كده هبدأ اشكلها بنفس الطريقة. وقطعت ورق زبدة على شكل مربعات وهحط عليه كده ايه الدونات عشان يتخمر. وهسيبه نص ساعة كده يتخمر معايا. اما التزيين بقى من اختيارك انت وعلى حسب امكانياتك، يعني في شوكولاتة بيضة، شوكولاتة خام، في مثلا شوكولاتة فرماسيل، الوان طعام براحتك الموجود عندك، مكسرات براحتك الموجود عندك. لو مش عايزة تزينيها خالص وتحطي عليها سكر وقرفة بس ما فيش اي مشكلة. بس كده حطيتها في زيت غزير كده. بس اهم حاجة بعد ما الزيت يسخن هوطي النار على درجة حرارة يعني متكونش عالية، عشان خاطر يستوي براحته ويكون من جوه مستوي. لان هو ممكن يستوي من بره بس من جوه معجن. بسبب ايه؟ بسبب الحرارة العالية. بس واقلبها على وش الناحية التانية كده لما تبقى لونها ذهبي. وهصفيها كده لغاية ما تبرد. يعني مينفعش ازينها وهي سخنة، لا لازم تبرد معايا. ودي الكور اللي انا طلعتها كده من نص الدونت. شايفين من جوه مستوية ازاي وخفيفة ازاي. بس سيحت الشوكولاتة البيضة والشوكولاتة البني في الميكرويف، وضفت عليها بس معلقة زيت. وبعد ما بدأت تبرد شوية رحت بقى بدأت أزينها. وطبعا التزيين ده من على حسب ذوقك واختيارك انتي. بجد حلوة جدا، يعني مش مكلفة خالص، ده بيضة واحدة بس. مش مكلفة خالص. وتحلية حلوة قوي في الشتاء. يعني في الشتاء الواحد بيبقى محتاج حاجة كده مسكرة، تديه يعني باور كده ودفى جنب شاي او شاي بلبن او قهوة. وكتير اولادنا بيطلبوا مننا حاجات مسكرة وحاجات حلوة، فيعني الدونات مناسبة جدا للحاجات دي. بجد شكله وطعمه حلو قوي. اتمنى تجربيه. نعمل بقى معجنات جديدة وشكلها حلو قوي. هنضيف كوباية لبن دافي، 3 معالق سكر، معلقة خميرة كبيرة، 4 معالق زيت، بياض بيضة، فانيليا. وهضيف بقى الدقيق. هضيف الأول كوباية وبعد كده الكوباية التانية. وهضيف نص معلقة ملح.
وهنزل بقى بالدقيق التاني، يعني سبتها ترتاح مثلا دقيقتين كده، وبعد كده ضفت الدقيق التاني، وبدأت اعجن كده لغاية لما العجينة تكون متماسكة وما تلزقش في ايدي. يعني البيضة اللي انا مستخدماها، خدت بياض البيضة بس اثناء العجن، وصفار البيضة هدهن بيه الوش. بس هسيبها كده تتخمر حوالي 40 دقيقة، لغاية ما يعني حجمها يتضاعف. هعملها رول عشان اقطعها كده قطع. هعملها كور صغيرة، ولازم تتغطى عشان خاطر وشها ما يقشفش معايا، واحنا داخلين كمان على شتاء. وابدأ افرد كل قطعة. واحطهم كده على طبق، وبين كل واحدة والتانية هحط رشة كده زبدة ورشة نشا، رشة خفيفة بس، لغاية ما اخلص كل الكمية. واغطيها كده بكيس بلاستيك، واحطها في التلاجة قيمة حوالي 10 دقايق ترتاح. وهاخدهم كلهم كده، وهبدأ افردهم دفعة واحدة. وهجيب كده مربى مشمش او اي حاجة متوفرة عندي من نوع من المربى، وفردتها كده، وشوية زبيب. طبعا الزبيب كله فيتامينات ومعادن وحديد طبعا، يعني هيفيد جدا اولادنا الفترة اللي جاية. وهنعمله رول كده. وهبدأ اقطعه قطع كده. وحطيته كده على ورقة زبدة، وجبت صفار البيض اللي انا كنت شايلاها، وضفت عليها معلقة لبن ورشة فانيليا. وبدأت بقى ايه، او معلقة خل. وبدأت بقى ادهنها شوية كويس. وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما تستوي من تحت، ولو محتاجة يعني لونها مبقاش ذهبي، هشغل عليها الشواية لغاية لما لونها يطلع ذهبي كده زي ما انتوا شايفين. بس وغطيتها تبرد شوية معايا، وبألف هنا وشفا. بجد لو عجبكم الوصفات بتاعت يعني وصفات النهاردة، وصفات الشتاء اللي جاية، يا ريت كده نشيرها وتقولي لي رأيكم في التعليقات على الوصفات. وأي وصفة انتوا عايزينها اطلبوا اكتبوها لي في التعليقات. سلام.